يا اهلا بيكم مع فيلمنا الجديد اللي بعنوان كابتشر ذا فلاش، واللي تعتبر قصته من اجمل واحلى قصص افلام المغامرات والاثاره. يلا بينا نشوف الفيلم بيقول ايه. بتبدا احداث فيلمنا وبنشوف مايك وشلته اللي بتتكون من مارتي وايمي، وبيكونوا عاملين مسابقه تزلج على الامواج، وبتكون اللعبه بينهم ان المفروض فريق منهم يوصل ويمسك العلم وهيبقى ده الفريق الكسبان. على الرغم ان مايك وزمايله كانوا بيلعبوا كويس، لكن الفريق التاني كان اقوى منهم وقدر يكسب. وبنشوف مايك وزمايله بيكونوا زعلانين شويه انهم خسروا، لكنهم بيتقبلوا هزيمتهم بروح رياضيه. وبعدها بيخرجوا من الميه، وبنشوف بعدها مارتي وهو بيطمن على الحيوان الاليف بتاعه، وبنعرف ان اسمه ايجور. وبعد كده مايك مامته بتيجي علشان تاخده، ده بيكون علشان يجهزوا لعيد ميلاد باباه اللي اسمه سكوت. وبنعرف ان سكوت شغال في وكالة الفضاء، ومايك ومامته عدوا عليه في شغله علشان ياخدوه في طريقهم. وفي الطريق بيتكلم معاهم مايك عن خسارته في المسابقة بتاعة التزلج على الامواج، وساعتها اخته بتفضل تتريق عليه وتضايقه. بنشوفهم بعد كده بيوصلوا لدار مسنين فيها رواد فضاء قدام، وبنعرف كمان ان جد مايك عايش هناك في الدار دي، وبنعرف ان اسمه فرانك. وبيكون فرانك عايش في الدار دي بعيد عن ابنه واحفاده، لانه متخاصم مع ابنه من سنين ورافض يعيش مع حد. ولما فرانك بيعرف ان ابنه وحفيده موجودين في الدار علشان يشوفوه، بيرفض انه يقابل اي حد، ودي حاجه بتخلي مايك زعلان ومستغرب جدا، خصوصا لما وقف عند الشباك وشاف جده وهو بيلعب مع عيال صغيرين تانيين. وساعتها مايك بيحس بالغيره وبالزعل لان جده بيدي حنانه لاطفال تانيين غيره. وقتها بيتضايق وبيتكلم مع مامته وبيقول لها طالما جدي رافض انه يتعامل معانا او يحبنا، يبقى احنا اكيد لازم نبعد عنه. لكن مامته بترد عليه وبتقول له ما ينفعش تقول كده، ولازم نحاول نصالح جدك ونعيش كلنا مع بعض، ولازم كمان تكون عارف ان العيله اهم حاجه في الدنيا. وبعدها بيمشوا بيروحوا كافيتيريا علشان يحتفلوا بعيد ميلاد سكوت، وهناك التلفزيون بيكون زي لقاء مع كارسون اللي بنعرف انه صاحب اكبر مصنع للطاقه موجود في امريكا. وبيقول خبر مفاجئ للكل، انه بيقول ان ابوه مات وكان بيحلم يكون افضل رائد فضاء، وهو هيكمل المسيره وهيثبت للكل انه اهم رائد فضاء في العالم. وكمان بيبدا يهاجم وكاله ناسا وبيقول انها وكاله كدابه وبتنقل اخبار غلط لكل الناس في العالم، والمفروض محدش يصدقها. وكمان بيجيب فيديو بيثبت بيه ان وكاله ناسا كذبت على العالم لما قالت انها طلعت القمر، وان الموضوع ده اصلا متفبرك، وهم ولا طلعوا القمر ولا حاجه. وقال كمان انه جاهز صاروخ مخصص لطلوع القمر، وانه هيطلع وهيكون اول انسان بجد يوصل للقمر ومش هيكذب زي وكاله ناسا. وللاسف اغلب الناس صدقت الكلام وبداوا يهاجموا وكاله ناسا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان عملوا ترند لوكاله ناسا وسموها الكذبه الكبيره. وبيوصل الخبر لمكتب رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبنشوف رئيس الوزراء وهو بيستأذنها يدمروا كارسون، لكن الرئيسة بترفض وبتقول له أنا مش عاوزة عنف وعاوزة حل تاني نثبت بيه للناس إن وكالة ناسا ما بتكدبش. وفي نفس الوقت ده بيكون مايك قاعد مع شلته، وبنشوف مارتي اللي بنعرف إنه المخترع بتاع الشلة، وبيكون بيعمل تعديل في زلاجة المية بتاعته علشان يكسبوا الماتشات الجاية بعد ما خسروا المسابقة اللي فاتت. وبعدها ايمي بتتكلم مع مايك وبتسأله عن عيد الميلاد بتاع ابوه لو كان قضى وقت حلو ولا لا، لكن مايك بيقول لها على الموقف اللي حصل، وبيقول لها انه زعلان جدا لان جده رفض اصلا انه يقابله. بس بنلاحظ ان مايك بيحاول يتجاوز الموضوع وما يفكرش فيه، وبيقول انا كده كده مش مهتم باللي جدي بيعمله ويعمل اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت بنشوف مارتي بيحاول يهون عليه وبيقول له يا عم كده مصلحه ان جدك مش بيحبك، انا جدي بيحبني كل شويه بيجيب لي شوكولاته علشان كده بقيت قد البرميل زي ما انت شايف. لكن ايمي بتتكلم معاهم وبتقول لمايك لازم تكون عارف ان العيله حاجه مهمه جدا، وحاول تصلح علاقتك بجدك وتعرف ايه سبب الزعل اساسا. وساعتها مايك بيرد عليها وبيقول لها انه فعلا حاول كتير جدا يوصل لسبب الزعل ده، لكن معرفش ان كل اللي هو يعرفه ان العلاقه كانت تمام، وكان جده بيجهز لاخر رحله فضائيه ليه. لكن فجاه وقبل الرحله بيومين الوكاله بتاعته استبعدته، ورجع وقتها البيت وما كانش بيتكلم مع حد خالص. وفي يوم ساب البيت ومشي، ومن وقتها مفيش صله بينه وبين ابنه ولا اي حد تاني. وفجاه بيقطع كلامهم صوت جاك والد مارتي اللي بيكون متحمس جدا وبينادي على سكوت وبيقول له لازم نفرح لان رحلات الفضاء رجعت مره تانية، والمره دي مختارني انا وانت في الرحله، وانت يا سكوت اللي هتكون القائد بتاعها. والرحله دي غرضها اننا نوصل للقمر ونصور العلم اللي وكاله ناسا حطته على القمر سنه 1969 علشان نثبت للعالم كله ان وكاله ناسا مش بتكذب، وكمان علشان نقدر نمنع كارسون من المخطط الشرير بتاعه. وسكوت لما بيعرف انه هيبقى قائد الرحله بيكون متوتر شويه، لكن بيتملك اعصابه وبيسال بعدها جاك هنسافر بايه، وساعتها جاك بيرد عليه وبيعرفوا انهم هيسافروا 5 بالصاروخ ستيرون. وفي الوقت ده
مايك وشلته بيكونوا واقفين بيسمعوهم وبيدخلوا بسرعة على الانترنت وبيعملوا سيرش على الصاروخ ده، ووقتها بيعرفوا ان الصاروخ ده اكبر صاروخ في العالم. لكن بنشوف سكوت وهو بيتكلم مع جاك وبيقول له الصاروخ ده زمان كان كويس جدا لكن دلوقتي يعتبر حتة خردة، وخايف انه ما يقدرش يوصلنا او ينفجر بينا وكل حاجة تضيع. لكن جاك بيرد عليه وبيقول له انا سمعت انهم هيصلحوا الصاروخ ده خلال شهر ولازم نستخدمه، وطبعا بما اننا مش هنعرف نستخدمه فعرفت انهم عملوا برنامج هيخلي رواد الفضاء القدام هم اللي يدربونا، لان هم اللي قدروا يطلعوا بيه زمان للفضاء. ولما رواد الفضاء القدام بيعرفوا الموضوع ده كلهم بيفرحوا جدا لان الشغل وحشهم، ما عدا فرانك طبعا اللي بيكون مش حابب يتعامل مع ابنه. لكن مايك اول ما بيسمع الكلام ده بيفكر على طول انه لازم يستغل الموضوع ده علشان يصالح ابوه وجده، وبيطلب من صحابه يساعدوه ووافقوا. وساعتها راحوا كلهم للمكان اللي فيه الدار اللي جد مايك موجود فيه، وايمي ومايك نطوا من فوق السور، لكن مارتي استناهم بره وبنعرف ان هم نطوا من فوق السور لان بعد الساعه 6 الزياره بتمتنع والبوابات بتتقفل. ومارتي بيدخل الحيوان الاليف بتاعه بيحط كاميرا عليه وبيتكلم باللاسلكي مع مايك وايمي علشان يعرفهم لو في حد جاي ولا لا، لانهم خايفين حد يشوفهم. والكاميرا اللي موجوده على ظهر ايجور بتقع، وساعتها عامله النظافه بتاعت الدار بتسمع الصوت وبتشك ان في حد، وفجاه بتظهر. ولكن ايمي بتقدر تتصرف بذكاء وبتقول لها انها موجوده هنا وتايهه من اهلها، وبتقدر بكده تفضي الطريق لمايك اللي بيجري بسرعه وبيقدر في النهايه يوصل للاوضه بتاعه جده. ولما بيدخلها بيكون منبهر بالحاجات اللي متعلقه فيها وبيبص باندهاش على بدل الفضاء والصور القديمه اللي متعلقه. وفجاه بيظهر جده مش بيسلم عليه حتى، ولكن بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ وساعتها مايك من غير اي كلام بيدي صوره لجده. لما بنبص في الصوره دي بنعرف ان الصوره ليهم لما كان مايك صغير وجده شايله. وبعدها مايك بيخرج من الاوضه، وبعد كده بنروح للشركه بتاعه كارسون وبنشوفه وهو متنرفز جدا ومتضايق، خصوصا بعد ما عرف ان شركه ناسا بتستعد علشان تطلع رحله للفضاء بعد شهر. ونتفاجئ لما بنعرف السبب الحقيقي ورا الرحله، وانه طالع علشان يجيب غاز هيليوم 3 ويستبدله بالبترول، خصوصا ان الغاز ده منتشر جدا في الفضاء لكنه مش موجود على سطح الارض بسهوله. وبنعرف كمان انه لو نجح في المهمه دي هيبقى حرفيا اغنى راجل على كوكب الارض. وبنعرف كمان انه اخترع الحكايه بتاعت موت ابوه دي علشان يخلي الناس تتعاطف معاه ويبقى عنده مبرر لانه يروح للفضاء. وبنشوف مايك وهو رايح لابوه الشغل علشان يشوف جده هيجي مع رواد الفضاء القدام ولا لا، وفعلا بيوصل للاتوبيس بتاع رواد الفضاء القدام وبينزل جده من الاتوبيس وبيكون اخر واحد. وساعتها مايك بيفرح جدا وبيحس انه لم شمل العيله، لكن بنلاحظ ان العلاقه بين جده وابوه كانت ماشيه رسميه جدا زي اي مدير واي موظف. وفي يوم مايك بيطلب من ابوه سكوت انه يركب معاه الطياره بتاعت التدريب، لكن الجد بيكون رافض، وسكوت ابنه بيقول له لا انا هنا القائد والمسؤول وانت بس المدرب. وبيصمم انه يطلع بالطياره مع مايك، وفعلا بيبداوا رحلتهم بالطياره. لكن فجاه سكوت بيكتشف ان البنزين بتاع الطياره خلص والطياره خلاص هتنفجر، وساعتها بيضطروا يستخدموا المقاعد القاذفه وبينطوا من الطياره بالباراشوتات قبل ما الطياره تنفجر. وكلهم بيكونوا كويسين ما عدا سكوت اللي رجله بتتصاب لانه نزل عليه غلط لما كان بينط بالباراشوت. وبنعرف ان اللي حصل ده بتدبير من كارسون علشان يموت رواد الفضاء بتوع ناسا. وبيتضايق جدا كارسون لما بيعرف انه مهما حصل ملقومش حاجه. وبعدها مايك بيصمم انه يتعلم كل حاجه عن رحله الفضاء علشان يقدر يستخبى في الصاروخ ويطلع الفضاء، وخصوصا انه حاسس بالذنب لانه السبب في اصابه ابوه. وفعلا بيتفرج على كل المحاضرات وبيحاول يتعلم كل حاجه بتتقال، وكمان لما بيروح بيته بيكمل تدريب بادئات بدائيه على مقاومه الجاذبيه وكل الحاجات اللي هتواجهه في الفضاء. وبيروح بعدها مايك واصحابه علشان يركبوا صاروخ الفضاء ويتحركوا بيه، وبيختاروا يروحوا للصاروخ من اتجاه البحيره اللي بيكون الحراسه فيه اقل شويه من باقي الطرق. لكن الخطير طبعا في البحيره دي انها مليانه تماسيح، وبيقدروا يدخلوا لكن مارتي يدومه بتشبك في الاسلاك وبيقول لهم ادخلوا انتم، وفعلا بينجح. وقتها مايك وايمي يوصلوا للصاروخ، ولما بيكلموا مارتا علشان يطمنوه انهم دخلوا وقتها فرانك بيسمعهم وبيروح علشان يخرجهم، لكنه بيتفاجئ ان الصاروخ خلاص اشتغل، وبدل ما الرحله كانت هتبدا بعد 10 ساعات بقت هتبدا على طول كمان. وبنعرف ان اللي حصل برضه بسبب كارسون اللي دفع رشوه لموظف علشان يلعب في الاعدادات بتاعه الصاروخ،
ويخليه ينطلق علشان يتوه في الفضاء، وناسا تفشل في انها تطلع للفضاء مرة تانية. وطبعا دي مشكلة كبيرة لان كده الصاروخ هينطلق على طول والاطفال جواه، بالاضافة ان رواد الفضاء لسه مش جاهزين علشان يتحركوا. وساعتها بتصدر الاوامر لكل رواد الفضاء انهم يلبسوا البدل بتاعتهم بسرعة جدا، لكن محدش فيهم بيجهز غير فرانك جد مايك اللي بيركب الصاروخ. وبتبدأ رحلتهم البداية الغريبة دي، واكبر مشكلة بتكون انه معهوش طاقم، والاطفال دول شجعان لكن طبعا معلوماتهم عن الفضاء قليلة. وفي نفس الوقت ده بنعرف ان كارسون هو كمان ركب الصاروخ الفضائي بتاعه واتحرك قبل ما البوليس يقبض عليه، خصوصا بعد ما انكشف سره والبوليس قبض على الموظف بتاع الشركة اللي اخد رشوة وغير في اعدادات الصاروخ. وبنعرف كمان ان البوليس قدر يوصل للاوراق بتاعت كارسون ويعرف انه بيخطط يجيب غاز هيليوم 3 من الفضاء. وبنشوف رئيس الوزراء وهو بيتكلم مع رئيسة امريكا وبيقول لها ادينا فرصة يا فندم واحنا نقدر بصواريخنا نوقع الصاروخ الفضائي بتاع كارسون دلوقتي حالا. لكن الرئيسة بترفض وبتقول له انا واثقة في المجموعة بتاعت وكالة ناسا ومتأكدة انهم هيقدروا يصوروا علمنا اللي مرفوع على القمر. ولما كارسون بيعرف ان الصاروخ بتاع وكالة ناسا ما حصلوش اي حاجة بيكون متضايق جدا وبيقرر يوجه عليهم سلاح بينقسم لاجزاء كتيرة بتبدأ تكسر في الصاروخ. لكن جد مايك لما بيكتشف ده بيخرج من المركبة وبيطلب من كل اللي موجودين جواها محدش يخرج منها. لكن لما بيطلع بيكون الموضوع صعب عليه، ووقتها مايك بيختار انه يطلع يساعد جده، لكن في جزء من السلاح بيخبط في مايك وبيوقعه وبيقع الشاكوش بتاعه منه. لكن مايك بيكون شجاع وبيكمل مساعدة لجده وبيقدروا يتخلصوا من السلاح، وبعدها بيدخلوا جوه الصاروخ تاني. وبنشوف جده بيتكلم معاه بأسوأ في الاول وبيقول له انا قلت لك ما تخرجش من المركبة خالص. لكن لما مايك بيزعل وقتها جده بيكون حنين معاه وبيقول له انت شجاع، لكن انا قلت لك كده علشان كنت خايف عليه. وبعدها مايك بيساله انت ليه بعدت عننا وما بقتش بتحب تتعامل معانا، لكن جده بيقول له ما تتكلمش في الموضوع ده ويتفضل يلا نام. وبعد كده بيوصل كارسون للفضاء وكمان بيوصل الصاروخ بتاع فرانك والاطفال، وبيكون الهبوط صعب شويه لكن طبعا مش صعب على رائد فضاء بخبره فرانك، وبيقدر يهبط بسلام. وبعد كده بيتحركوا كلهم بسرعه علشان يروحوا يبداوا بث مباشر علشان يوروا للناس كلها ان علم امريكا مرفوع. لكن للاسف بيتفاجئوا وقتها ان كارسون كان اسرع منهم وقدر ياخد العلم، وبيقدر كمان كارسون يقطع الاتصال بين الصاروخ بتاع فرانك والاطفال والارض. وساعتها طبعا جاك وسكوت بيكونوا خايفين جدا على عيالهم، وبيبدا الجد فرانك يقود المهمه علشان يقدروا يرجعوا علم امريكا ويحطوه مره تانية ويثبتوا للناس ان كارسون ده مجرد محتال وان وكاله ناسا عمرها ما خدعتهم. وبيقدر مايك يستخدم ايجور ويجيب العلم مره تانية من كارسون، لكن كارسون بيقدر يخطف الجد فرانك وبعدها الاطفال بيكونوا لوحدهم وبيكون في منحدر جامد هيقعوا فيه لكن بيلحقوا نفسهم. وبعدها بيجي رجل آلي بيتكلم مع مايك وبيقول له انه لازم يرجع العلم بتاع كارسون مره تانية علشان ياخد جده، بيديله 10 ثواني يفكر. وطبعا مايك بيكون خايف جدا على جده علشان كده بيضطر يوافق. وبعدها مايك بياخد ايمي وبيروح علشان يدي الكارسون الرايه بتاعته، وهناك مايك بيشوف جده وهو مربوط على صخره وبيكون خايف عليه وبيدي الرايه لمايك، لكن كارسون بيقول للحارس بتاعه يقتل كل اللي موجودين. ووقتها مايك وايمي بيقولوا له احنا مش خايفين منك وانت اصلا انسان فاشل ومعتمد على فلوس ابوك اللي سابها لك، وبيستفزوه. ساعتها كارسون بيتكلم وبيقول لهم عن افكاره الشريره في تصنيع هيليوم 3 وكمان عن كل كذبه عن وكاله ناسا. ووقتها ايمي بتقول له شكرا ليك جدا، كل اللي انت قلته ده كان في بث مباشر والناس في كل العالم شافوك وعرفوا الحقيقه. وبنعرف وقتها ان الاتصال بالارض رجع تاني. وطبعا كارسون لما بيعرف انه اتفضح بيتضايق جدا، وقدر بعدها ايجور يخطف منه العالم مره تانية وبعدها كلهم هربوا. لكن للاسف اثناء الهروب الجد فرانك وقع في مكان زي الزنزانه والخوذه بتاعته اتكسرت. وما تنساش اننا في الفضاء يعني كسر الخوذه ده معناه انه هيموت لان مفيش اصلا هناك اكسجين. وبالرغم ان فرانك مفيش بينه وبين الخروج غير طبقه معدن، لكن بنلاحظ انه مستسلم لمصيره ومش عايز حتى يحاول وبيبدا يتخنق بسبب نقص الاكسجين. ووقتها بيبدا الارسال على اللاسلكي مع حفيده وبيقول له انا دلوقتي هقول لك انا ليه كنت بعيد عنكم طول السنين اللي فاتت. وبيحكي له انه اتعدى من ابوه سكوت بالجدري قبل اخر رحله فضاء كان هيطلعها، ووقتها لام ابوه جدا وسكوت نفسيته تعبت لانه ملوش ذنب. ووقتها الجد فرانك حس بالذنب جدا وقرر انه يبعد عن العيله، وقرر كمان ان ابنه من غيره هيكون افضل بكتير. وبيتكلم فرانك بتاثر وبيقول له انه ندمان جدا على ده وبيتمنى لو رجع بيه الزمن علشان يفضل مع عيلته. وبيلاحظ ان مايك فاتح الاتصال مع المركز اصلا وان سكوت سامع كل الكلام ده، وطبعا بيتاثر جدا بكلام ابوه. وبينجح بعدها ايجور يفتح بالليزر فتحه في المعدن وبيخرج فرانك وبيكون لسه عايش، لكن فجاه بيظهر كارسون وساعتها الاطفال بيبداوا
بيبداوا ينفذوا خطه وكانهم بيلعبوا تزلج على الامواج، وبيجمعوا اجزاء من المركبه اللي انفجرت، وبيكون هدفهم يدمروا مصنع الهيليوم. وكمان فرانك بيساعدهم بعد ما بدل الخسطو بيقدروا يفجروه فعلا، وبيتجمعوا كلهم مره تانية وبيوصلوا لكوكب الارض بسلام، والشمل العيله بيتلم من تاني، وبنعرف انهم سابوا كارسون الشرير تايه في الفضاء. بس كده بتنتهي احداث فيلمنا، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تبخلش لنا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.